قالت وزارة العدل الأمريكية إن حكما صدر بالسجن لمدة 16 عاما بحق نيكولاس جون بروفيت الذي نفذ هجوما على مسجد تابع لمركز كيب جيراردو الإسلامي في ولاية ميزوري الأمريكية عام 2020. وأوضح البيان أن بروفيت سيبقى تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد أن يطلق سراحه عقب الحكم عليه بالسجن لمدة 191 شهرا. وتبعا للحكم فإن بروفيت سيغرم 551 ألف دولارا تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمسجد جراء إضرامه النار فيه مرتين. وتعليقا على حكم فإن كريستين كلارك نائبة المدعي العام للقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل قالت إن الهجمات على المساجد في بلادنا هي الاعتداءات على المؤمنين وتقوض الحق الأساسي للفرد في ممارسة دينه دون خوف أو عنف. وأضافت أن وزارة العدل مستمرة في فرض القوانين الفيدرالية بحزم والتي تحمي جميع الأماكن العبادة بغض النظر عن العقيدة.